السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن الدجاج الجميزي أو الدجاج الجميزة. طبعا دي سلالة مستنبطة، سلالة عالية في إنتاج البيض. إزاي بنربيها وحجم الإنتاج اللي بناخده منها، تفاصيل مهمة جدا 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 لازم نناقشها خلال الحلقة. لكن قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. لازم نكون عارفين كويس قوي إن هذه النوعية من الدجاج أصلا سلالة إنتاج بيض، وهي سلالة بلدي. تمام، سلالة بلدي لكنها مستنبطة، سلالة عالية في إنتاجية البيض. يعني مثلا في السنة بينتج من 195 ل 200 بيضة. واحد هيقول لي دي نسبة كبيرة، هقول له نسبة جيدة، يعني فوق المتوسط كمان. تمام، فوق المتوسط، لكنها ليست نسبة ممتازة. في بعض السلالات بتنتج بال 250 و 300 بيضة في السنة. تمام. طبعا اوزانه برضو، ما هي فكرة في كده بقى. الفكرة ان السلالة دي اوزانها كمان بتصل لنسبة عالية جدا جدا جدا. تمام، يعني تقدر حضرتك تاخد ايه، لحم منها كمان، بس طبعا مش زي السلالات المخصصة للحم، مش زي السلالات المخصصة لإنتاج اللحم اللي هو الدجاج اللاحم، لا، مختلفة تمام الاختلاف عنها. لكن برضو تقدر تسمنه وتقدر تاخد منه إنتاج لحم كويس لو انت عايز يعني تاخد منه إنتاج لحم كويس. خد بالك انه مثلا وزن الفرخة ممكن يصل ل 2 كيلو إلى 200 جرام. تمام، ووزن الديك ممكن يعدي ال 2 كيلو، ممكن يعدي 2 كيلو ويصل ل 2 كيلو ونص. فانت تقدر هنا تاخد منه انتاج لحم كويس. يعني لما يكون يديك 2 كيلو ونص، ده معناه ايه؟ معناه ان حضرتك تقدر تستفيد بيه استفادة كبيرة جدا جدا على صعيد الاوزان وعلى صعيد انتاج اللحم والاستفادة منه كاكل. تمام. برضو في حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. تمام، ان هو يعني في فترة كده معينة بيبدأ ينتج بيض، بيكون دخل على 4 شهور وممكن 5 شهور. تمام، في فترة يعني دخل على 4 شهور أو 5 شهور بيبدأ ينتج بيض، وممكن يكون بدري عن كده لو حضرتك خدت بالك من طرق التربية اللي احنا دايما بنتكلم عنها. احنا دايما بنقول لكم طرق التربية، تمام، اللي بتناسب الطيور بتاعتنا واللي بتخلي الطيور بتاعتنا تنتج انتاج كويس من البيض، وفي نفس الوقت ايه، تنتج انتاج كويس من اللحم لو احنا عايزين ناخد منها انتاج لحم. فحضرتك تاخد بالك من التفاصيل دي لانها تفاصيل في غاية الاهمية، ومن المهم ان حضرتك ايه، تركز عليها علشان تخلي الطائر بتاعك يعني يفضل انتاجه كويس وتفضل انتاجيته عالية في ناحية البيض او ناحية كمان ايه، اللحم. تمام، خد بالك ان الدجاج الجميزة، تمام، على عمر كده 55 يوم، 55 يوم ممكن يتذبح، ممكن تذبحه. تخيل 55 يوم، ده يعني اقل من شهرين. اقل من شهرين بيوصل للاوزان المثالية اللي احنا بنتكلم عنها. اوزان زي مثلا الايه، الكيلو ونص او الاتنين كيلو. يعني 2 كيلو عند الديك وكيلو ونص عند الفرخة. فتقدر تستفيد بيه في الناحية دي استفادة كبيرة جدا جدا جدا، وتحافظ على انتاجية البيض. تمام، فمن المهم ان حضرتك تعرف ازاي ممكن نربي الدجاج الجميزي. طيب، طريقة تربية الدجاج الجميزي بسيطة خالص، زيه زي الدجاج البلدي بالظبط بتاعنا، لكن هنتكلم عنه بالتفصيل علشان اللي ما بيعرفش يربي الدجاج الجميزي يفهم معانا. احنا كالعادة اولا بيفضل ان انت تجيب الدجاج ده من سلالة او من مكان، من مكان موثوق. انت عارف كويس قوي انه بيربي الطيور كويس، وانه بيحافظ على الطيور بتاعته، وانه في مناعة عالية في المكان ضد الامراض وكل الكلام ده، عشان تبقى ضامن ان الطيور اللي انت هتاخدها دي طيور صحتها كويسة وما فيهاش اي مشاكل. تمام، ده بالنسبة لايه، بالنسبة للبداية. فانت ممكن تاخد البيض وترقد وتفقس عندك انت، وتطلع الكتاكيت وتكون جايب البيض من مكان موثوق. دي افضل طريقة. انما حضرتك لو هتضطر تجيب كتاكيت، فبرضه حاول تجيب الكتاكيت من مكان موثوق، مكان انت ضامن بنسبة كبيرة ان هو هيديلك ايه، هيديلك انتاج جيد، هيديلك سلالة جيدة، هيديلك
نوع معين يكون ايه صحته كويسة وما عندوش مشاكل مرضية، ما عندوش عدوى، ما عندوش اي حاجة من هذا القبيل. فالموضوع بيبدأ من اول خطوة. اول خطوة اللي هي ايه؟ اول خطوة اللي هي انت بتبدأ فيها التأسيس. تمام. طبعا الاستقبال على عمر يوم بيبقى على محلول معالجة الجفاف او مية بسكر، تمام، او عسل بمية. كل الحاجات دي فيها سكر وفيها طاقة، وممكن تخلي الطائر ايه، ممكن تخلي الطائر يستقبل جيدا يعني، وياخد الطاقة بتاعته اللي هتخليه بعد كده بمنتهى البساطة يبقى صحته كويسة ومناعته كويسة. تمام. ده بالنسبة لإيه؟ ده بالنسبة للاستقبال. بعد كده انت اول شهر او اول شهرين بتهتم بالطائر واكله وشربه على اقصى درجة، على اقصى درجة. ليه بقى؟ لانه في الفترة دي هو فترة التكوين وفترة المناعة، فترة المناعة، وان هو بيكون جسمه وبيكون صحته. فانت بتهتم باكله، بتهتم بألف د 3 اهي، بتهتم بالاملاح المعدنية، تديله كل المكونات دي اللي هتساعده بشكل كبير ان هو ينتج انتاج كويس وتبقى صحته كويسة بعد كده. تمام. فانت بتهتم بيه اول شهر او شهرين، وبعد كده بتقدر ايه تذبحه على شهرين عادي جدا. على 55 يوم كمان بتقدر تذبحه وتستفيد بلحمه. لكن طبعا هو دجاجة اصلا موجهة لانتاجية البيض. تمام. السلاله دي سلاله الجميز موجه لانتاج البيض اكتر منه اللحم. هو بيديك اوزان وكل حاجه، بس هو موجه اكتر لانتاج البيض. فانت بتربيه وتكمل 3 شهور 4 شهور يبدا ينتج. تبدا بقى ايه تغير الاكل شويه. يعني احنا في البدايه كنا بنديله علف بس، على شهرين بنبدا ندخل انواع اكل مختلفه، ونبدا ندخل بواقي اكل وعيش، ونبدا ندخل خضروات. بعد كده اول ما يبدا انتاج بيض على 3 4 شهور بنبدا نحجمه في كميه العلف، نديله كمية علف على قده ما تزيدش عن 50 60 جرام. تمام. وبعد كده نديله خضروات، وجبة خضروات بالنهار، ونديله وجبة بواقي اكل بالليل، سواء عيش او رز او مكرونة او اي حاجة. تمام. كل ده هيساعده بشكل كبير ان هو يكبر. مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الاعشاب، الاعشاب المهمة على حسب الفصول المختلفة. يعني في الشتاء بنقدم حاجات حارة زي الشطة والفلفل الاسود والكلام ده. في الصيف بنبعد عن الحاجات الحارة وبنقدم حاجات ترطب عليه زي النعناع، زي اليانسون، زي الكركديه، زي العرقسوس. الحاجات اللي هي بترطب على جسم الطائر وبتخليه يقاوم الحر بشكل او باخر. وطبعا طرق التربيه الخاصه بالتهويه الجيده والنظافه المستمره، وبعد عن الشمس في الصيف، والشمس موجوده طبعا في الشتاء عشان تدفيهم. كل دي تفاصيل مهمه جدا علشان ناخد من دجاج الجميزي افضل انتاجيه وافضل تاثير في المشروع بتاعنا. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.